هنعمل كيلو كفتة من ربع كيلو لحمة بس. تابعوا معايا الخطوات والطريقة. في حالة ان احنا هنستخدم ايدينا بس مش هنستخدم الكبة، يبقى لازم نهرس البطاطس كويس قوي، وبعدين كمان نفرم بصلة متوسطة فرم ناعم جدا، ومعاهم كمان 3 فصوص ثوم مفرومين قوي. بعدين هننزل باللحمة بتاعتنا اللي هي ربع كيلو، وبعدين هننزل بالبهار، ملح، فلفل اسود، بابريكا، كمان بهار لحم، وبعدين 3 معالق من البقسماط مناسبين جدا لربع كيلو لحمه. هيفضل معايا البيضه دي هحطها في الكبه لما اجي افرم اللحمه. في حاله ان انا هعجن بايدي يبقى انا هضيفها للحمه واقلبهم كلهم واعجنهم لمده مثلا 5 دقايق كده. لكن الكبه هاخدها لفتين كده بس تنعم كده معايا، وكل الخليط ده يتجانس مع بعض، وبعد كده هاخدها وادخلها التلاجة لمدة ساعتين مثلا. زي ما انتوا شايفين كده تمام. هدخلها التلاجة بقى لمدة ساعتين وبعد كده اشتغل فيها. علشان اشكل الكفتة جبت طبق حطيت فيه معلقة زيت، وبعدين دهنت ايدي واخدت قطعة، وبعدين بقيت اضمها بايدي. بعد كده شكلتها على شكل قرص زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقوها ناعمة وسهلة التشكيل. خلصتها ودي الكمية. يليق معاها بطاطس محمرة او رز بسمتي. انا هنا سلقت رز بسمتي في مية وفيها معلقة كركم. هسيبه كده بتاع 3 دقايق كده يتسلق، وبعد كده في حلة فيها زيت زيتون ومعلقة زبدة. هنزل بالبهارات بتاعتها، معلقة من الملح والكركم وكمان القرفة والكاري. هقلبهم كويس، وبعدين هنزل برز بعد ما سلقته وصفيته. هديله تقليبة كده بالراحة، وبعدين هوطي النار خالص لغايه ما يتم النضج بتاعه. في قلايه واسعه ضفت 3 معالق زيت زيتون او زيت نباتي يسخن كويس، وبعدين انزل بقطع الكفته بتاعتي وارصها كده واديلها 4 دقايق على الوش الاول، ما نحركهاش. اول ما يستوي الوش الاول ننقلها على الوش التاني. بعد ما تتحمر الكفته نخرجها، وبعدين نضيف مكانها البصله متوسطه مقطعينها بالشكل ده. بعد ما تتحمر هنرص الكفته حوالين الرز، بعدين نرش عليها البصل من فوق، وده الشكل النهائي ليها. هفتح لكم واحدة دلوقتي علشان تشوفوا التسوية بتاعتها من جوه. ربع كيلو عملنا منه كيلو كفتة، بس ممكن نقلل كمية البقسماط علشان تطلع معانا أنعم من كده. ده شكلها من جوه لذيذة، وبس كده.